صباحكم مساء، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ملوكة اللوكة. فاكرين فيديو صلصة المحشي؟ اول فيديو نزلته ده باقي الفيديو للمحشي شخصيا. وهنا زي ما انتوا شايفين ماما بتوريني الف المحشي ازاي. انا كنت بلف ورق العنب. المفروض نحط الرز على الناحية الخشنة، ده اللي ماما بتقولهولي. نحط الرز الاول وبعدها اقفل الورقة من تحت، بعدين اليمين، بعدين الشمال، بعدين نلف. يا اخواتي عليا وعلى شطارتي، اسم الله عليا يا ناس. ونستمر في عملية اللف، الكثير والكثير من اللف حتى نستغيث. وهنا سوشي شرفنا، جعان يا عيني، دي يمكن 10 مرة ياكل في اليوم. نكمل اللف اللي ما بيخلصش، ما يقدرش ناكل منه برضو واحدة بقى من ورا ماما. وهنا سبت ماما تكمل بقى. وقفت على البوتاجاز، حطيت زيت في حلة الضغط الأولى. استنى كتير؟ شوية حلوين، مش كتير قوي ولا صغيرين. وهنا بعيط لماما ما تخلينيش أمسك الفراخ بإيدي، بس لا مفر. الحلة سخنة وهي باردة، هيحصل لها ايه دلوقتي؟ لا يعني هي دلوقتي حاجة حطيناها في المية أو حطيناها على النار، هيحصل لها ايه؟ هتشرب مية؟ لا إله إلا الله، احنا بنقول لك عطشانة. لا مش هتشرب، هترجع. ايه القرف اللي بتقوليه ده؟ بقول لك هيحصل لها ايه؟ هتطلع المية. أيوه كده. وبعد ما تطلع المية تعمل بخار. هتوقع مية. كنا زي حتى الشرينك بقى تصغر. الحلة سخنة؟ الحلة سخنة. يعني لو لمستها تسع؟ أيوه. تحت؟ أيوه احنا هننزل بقى بده. كنت بسأل ماما شوية أسئلة من اللي بيشلوها وهنا بدأت أرص المحشي أنا وياسين، ونحط منكهات، ورق العنب، زيت زيتون بيدي لمعة للمحشي، ودبس رمان بيدي مزازة تحفة. ونقفل حلة الضغط 30 أو 40 دقيقة. وقبل ما نخرج من المطبخ ننظف الحوض ونعبي غسالة الأطباق علشان تغسل المواعين. ماما بتساعدني أكيد. ونقفل المطبخ ونبخر، وأقول لكم هتوحشوني خالص مالس بطاطس، وأشوفكم قريب. باي باي.